فهمت ولا أقول، حتى لا أقول يعني أن المطلوب في هذه المرحلة أن يكون هناك تهدئة مبنية على خطوات لإعادة الثقة، وأن يكون هناك حق تعبير عن القضية وعن الموضوع دون أن يكون هناك إعاقة، وهذا يمكن أن يكون شكلا رمزيا. وكما ذكرت فإن الإذاعة والتلفزيون ليست هناك نية لتغيير مكانه قريبا، وليست هناك إمكانية لنقل المبنى من مكانه، وبالتالي هو موجود. تمام. فإذا تظل هناك شكل من أشكال التعبير عن أن هناك قضية لنا نحن نحافظ عليها. لا نريد لها أن تموت. لا نريد لها أن تموت، ولكن على أن نحافظ على هذه الحياة تسير بشكل طبيعي، وأن يكون ذلك منطلقا لحوار مصري، وأن يتفرع منه الحوارات الخاصة المرتبطة بكل سواء أصحاب دين أو أصحاب مهنة أو أصحاب فئة أو طائفة للحوار، ولكن أن تكون الأرضية هي أرضية الوطنية في الأساس والحفاظ على البلد. الحوار مطلوب دون قولبة أو تنميط. بمعنى ما احطش الشخص اللي أنا بحاوره في قالب معين والزمه بهذا القالب، أعطيه حرية التعبير عن الرأي، حرية التصور لما يجب أن يكون، والتنميط يعني أحطه في نمط معين لا يخرج عنه. زي مثلا هناك آراء تقول الكنيسة تبقى بالشكل الفلاني، لا، أنا عندي الكنيسة لها شكل معين، لماذا تفرض علي نمطا معينا أو تحطني في قالب في حد طلب حاجة بالمعنى ده؟ ده في مناقشات كثيرة احنا دخلنا فيها مع أطراف عديدة في شكل الكنيسة للشكل. لا أنا أتفق معك طبعا. يعني أنا أظن كل أي من العقلاء اللي ممكن يكون يعني أي من العقلاء لا أظن أن هو يتفق مع فكرة أنك تصل إلى تلك عشان كده بقول لحضرتك اعذرنا، احنا أصلنا خضنا في يعني مجالات كثيرة من الحوار ولم نصل إلى حل. ولكن مرة أخرى التأكيد على ما ذكرت لك من قبل واتفقت معي كي أصل معك إلى تأكيد على ما اتفقنا عليه من قبل. نحن الآن في واقع جديد، نحن الآن في واقع صنعه المصريون، نحن الآن في واقع صنعه كل المصريين على الأرض، وهذا الواقع يستأهل أن يقف المصريون جميعا للحفاظ عليه، وأن يدفعوا به بشكل إيجابي. تمام. وأن يستغلوا تلك الفرصة، وأن يعطوا الفرصة للبلد حتى تستطيع أن تخطو خطواتها، وللثورة أن تخطو خطواتها بالفعل من أجل بناء البلد وليس انهيار البلد. ده صحيح. نحن نصلي كثيرا من أجل مصر في هذه الأيام، لأن بقاء مصر هو بقاءنا جميعا، وإسقاط الدولة عمل إجرامي لا يجب أن يشترك فيه أحد. هل بتعتقد هناك اليوم في لقاء لينا مع دكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء تحدث عن أن هناك من لا يريد الخير بمصر ويحاول أن يشعل فيها نيران الفتنة بشكل أو بآخر، ويحاول أن يزكي من الخلافات. هل بتعتقد في هذا المفهوم؟ وكيف ترى يمكن أن نمر على هذه المخاطر؟ لن أكون صريحا زيادة في هذه النقطة لأني لم أعلم ولا أعلم كل خباياها يعني، ولكن من واقع قراءاتي في الجرائد وفي ما هو مطروح على الساحة من دراسات ومن كلمات، هناك أصابع خفية تعمل من أجل ثورة مضادة، وهذا التعبير نسمعه كثيرا. صحيح. والكل مجمع على هذا الأمر، ويجب أن نتصدى للثورة المضادة، كلنا حراس لما حققناه. ولذلك حتة إن في أيادي خفية تعمل، ده مهمة المحققين اللي داخلين في تحقيقات كثيرة في أمور عديدة في هذه الأيام ستكشف عن هذه الأصابع. وكيف إذا طلبت منك رسالة، وأنا الحقيقة أطلب منك رسالة ليس إلى الأقباط لكن أطلب منك رسالة إلى المصريين جميعا، ماذا تقول؟ أقول لهم مصر دي أمنا، ومن كل قلبي بقول حقيقي مصر دولة محظوظة لأنها موضع عناية من الله، ذكرت في الإنجيل وذكرت في القرآن،
وعندنا وعد يقول مبارك شعبي مصر، وأعتقد أن الله يبارك مصر ويبارك شعبها، وإحنا نثق في هذا الوعد. وأنا بقول لكل المصريين نحن في دولة موضع حسد من كل الدول، لأننا في موقع جغرافي ممتاز، لنا تاريخ مشرف، لنا حضارة لا مثيل لها، ولنا أمل في مستقبل يجب أن نحققه استكمالا لما حققنا. عشان كده أي إنسان هيأثر في عمله، أي إنسان هيمنع استمرار الحياة، هو بيشترك في جريمة إيقاع الدولة أو وقوع الدولة، ونحن لا نوافق على هذا. ولا أظن أن هناك مصري واحد يمكن أن يوافق على ذلك، ولا يشك أحد في أن كل مصري يتمنى ويأمل في مصر القوية، مصر القادرة، مصر التي تستعيد مكانتها وحضورها الذي يليق بها. مصر كما قلنا دائما هي وطن وجد ليبقى، ولا يجوز إطلاقا أن يكون هناك أي وسيلة أو أي طريقة أو أن يكون يساهم أي من المصريين في أن يهز استقرار هذه البلد. واقع أنا أستغل هذه الفرصة لكي أوجه التحية إلى قداسة البابا شنودة الثالث أعاده الله بالسلامة، وأشكر له سماحه لنا بأن نلتقي بنيافة الأنبا بنيامين، ونرجو الخير لمصر لكل المصريين. ومرة أخرى عنوان التلفزيون باقي ولن يتغير، وبالتالي عجلة الحياة ينبغي أن تدور، وينبغي أن نبدأ بالفعل بناء جسور الثقة بين كل الأطراف وبعضها البعض، بين كل المواطنين، بين كل أبناء مصر، بين كل إدارات مصر. مرة أخرى مصر هي وطن خلق ليبقى بأيدي أبنائه وبروح أبنائه. نيافة الأنبا بنيامين أسقف المنوفية، شكرا جزيلا لك. أشكر حضرتك. السادة والسادة، شكرا لكم، وإلى اللقاء في مرات قادمة بإذن الله.